ما قلنا انه يحضر عند الميت. الان انت ما غليت في علي، وانت تقول انه يحضر عند الميت، وانه لما قال الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا ان علي داخل في الناشطات نشطا، ولما قلت امس ان علي رضوان الله تعالى عليه وهو فوق رؤوسنا وحبيبنا انه يحاسب الناس مع الله يوم القيامه، اليس هذا غلو؟ الله تعالى يقول ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، وانت تقول علينا يعني الله وعلي علينا هم اللي يحاسبون. اذا الله تعالى هذا كلامك انت، وانا اطالب بالدكتور يعيد الحلقه التي امس. هذا شيء الاخر، انت الان تقول بان الصحابه مسلمون. اسالك سؤال، هل هم مؤمنون حقيقيون ام ان كما ذكرت بالامس هم يظهرون الإسلام، ظاهرهم الإسلام، كما أن عبد الله بن أبي بن سلول ظاهره الإسلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامله كمسلم، كما أن بقية المنافقين ظاهرهم الإسلام. أنت الآن لما تقول لا الصحابة مسلمون أخشى أن يكون نوع من التقية، فاعتبرني واحد من طلابك، واحد من أبنائك، واحد جالس كذا في الحلقة في الحوزة عندك ورفع يده بكل أدب وقال يا شيخ علي نورني علمني. هل الصحابة هم مؤمنون حقيقيون؟ عمر اللي احنا نتكلم عنه مؤمن حقيقي يا شيخنا يا علي يا كوراني، أم أن فقط يظهر الإسلام وأنت متوقف هل هو مسلم ولا كافر؟ أجبني، اعتبرني واحد طالب صغير عندك كذا في الحلقة وسألك هذا السؤال. أول شيء اسمع لي، اسمح. أنا قاعد أسمع، أنت تكلمت لمدة 5 دقائق متواصلة، أعطينا نستفيد منك بس نستفيد من علمك قبل لا ينتهي البرنامج. كلنا وقت حتى نجاوبكم على أسئلتكم. إيش قال؟ طيب أول شيء أنت يبين عليك شيخ جنتلمان. شيخ إيش؟ ولكنه أريد أن يكون مستواك العلمي أكثر. تكلم بمصدر. شكرا أشكرك، لذلك أنا جيت هنا حتى أستفيد منك. ترى يعني أنا صح معي دكتوراه في العقيدة ولله الحمد، ودرس في الجامعة من 14 سنة وحافظ لكتاب الله، لكن ما يمنعني أستفيد منك أيضا. أنا اعتقادي في عمر هل هو مؤمن حقيقي أم فقط مسلم يظهر الإسلام؟ أجبني على هذا السؤال. هل عمر ممكن يدخل الجنة؟ عندك احتمال أن يدخل الجنة؟ اسمح لي، أبو طالب ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ما نتكلم عن أبي طالب يا دكتور يا شيخ علي كوراني، لا تطلع على الموضوع. أنت بتسوي لي زي الحلقة اللي قبل أمس لما بدأت تلف وتدور. أجبني، عمر مؤمن حقيقي ممكن يدخل الجنة أم أنه كان يظهر الإسلام فقط مسلما؟ أجب سؤال ما يستغرق منك ربع ثانية، هو خليك تكمل. أجبني. ما هو أركان الموافقة؟ رب العالمين يوافق عمر ويوبخ نبيه. جاوبني. لا تطلع عن الموضوع رجاء. أنت عالم من العلماء وتربيت على علماء وعندك مؤلفات وعندك طلاب وتعرف أصول البحث العلمي والمناظرة. أنا أريد أن أجيب. أجبني سؤال واحد بس، اعتبرني طالب من طلابك الصغار في الحوزة. الآن هل عمر مؤمن حقيقي أم فقط مسلم يظهر الإسلام كما كان عبد الله بن أبي بن سلول اللي قال الله تعالى عنه وماتوا وهم كافرون؟ أن تعتقد هذا في عمر؟ لأنك قلت أعتبر الصحابة مسلمين، ما تكفيني هالكلمة، أقنعني نورني أخي علمني. هل هو مسلم بس يظهر الإسلام أم أن عمر مؤمن حقيقي ممكن يدخل الجنة؟ أجب على هذا السؤال. أجبني على سؤالي. سبحان الله يا شيخ علي، يعني خذني على قد عقلي واعتبرني طالب من طلابك يعني نورني بحلمك علي شوي. سؤالي أن الإسلام كان ذليل في مكة وعز في عمر، وين كان عمر بالحصار واللي هرب من الحروب، كيف يعز به الإسلام؟ طيب أنا سأسألك سؤال، هل أنت الآن ذكرت أنك ما تريد عطني يا دكتور دقيقة. الآن أنت ذكرت أن عليا يحضر عند الموتى. هل حضر علي عند موت عيسى عند موت موسى عليه السلام؟ هل حضر عند موت شعيب؟ هل حضر عند موت الأمم السابقة؟ هل حضر عند موت الكفار المسلمين؟ يعني قبل لا ينورد علي هل كان علي يحضر عندهم أم لم يكن يحضر؟ الموضوع عن عمر، وأنا سألتك عن معنى الموافقات. موضوعنا عن عمر، وأنا سألتك عما قلته من موافقات رب العالمين. صراحة يا أستاذ علي أنا كنت أظنك أشجع من كذا صراحة. أنا أشوف صورتك في المونيتور عندنا بلحية بيضاء وعمامة وشيخ كبير، وكنت أظنك ستكون شجاعا في بيان الحق. وكنت أظن أن الموعظة التي بالأمس لما ذكرتك بلقاء الله والموت والدار الآخرة أنها تنفع، لكن أنت إلى الآن تلف وتدور وأنت راضي تجاوب. ما أدري الواحد يكون